بنظرية المباريات النهائية تكسب ولا تلعب، النادي الأهلي بيفوز 2-0 على نادي الزمالك اللي عمل ماتش كبير في نهائي كاس مصر للمرة 39 في تاريخه. السلام عليكم، أهلا بكم في تحليل جديد ومكسب مهم للنادي الأهلي. وقبل ما نبدأ اعمل لايك للحلقة وسبسكرايب للقناة وفولو وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اسم علاء محمد ويلا نبدأ. النادي الأهلي بيحقق الفوز على نادي الزمالك بهدفين للا شيء عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 83 وقفشة اللي نزل قلب الماتش في الدقيقة 93. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. النادي الأهلي بدأ تشكيلته ب4-1-2-3، شوبير في حراسة المرمى ومعلول وعبد المنعم وربيع ومحمد هاني في خط الدفاع، وفي نص الملعب ندفيد والسولية وإمام عاشور، وأمامهم الشحات وتاو وكهربا في خط الهجوم. أما نادي الزمالك بدأ تشكيلته ب4-2-1-3، عواد في حراسة المرمى، عمر جابر والمسلوسي وحسام عبد المجيد وفتوح في خط الدفاع، دونجا وعبد الله السعيد وأوباما في نص الملعب، وقدامهم زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي في خط الهجوم. الماتش بدأ بسيطرة للنادي الأهلي وقلنا بس هنشوف ماتش يعني للتاريخ، بس بعد 10 دقايق التوتر امتلك لاعبي النادي الأهلي والزمالك، وده اللي كان متوقع ان هيكون في تحفظ للفريقين، بس التوتر والدربكه كانت سمات اداء اللعيبه. وما كانش في الشوط الاول غير 3 هجمات خطره، واحده للنادي الاهلي عن طريق السوليه و2 للزمالك عن طريق زيزو ومصطفى شلبي، علشان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي في اسوأ شوط انا شفته في حياتي في ماتش قمه ما بين الاهلي والزمالك. ده لو كانوا متفقين ما كانش الماتش هيطلع بالاداء السيء ده، بس مجمل الشوط الاول كان الزمالك افضل تكتيكيا نوعا ما، وانا كنت شايف ان الثعلب كولر اخطأ انه يبدا بعمرو السولية وكريم ندفيد مع بعض. مع بدايه الشوط الثاني نزل شيكابالا مكان زيزو بعد اصابته، وفي الدقيقه 60 جوميز عمل تغييرين بنزول ناصر ماهر وسيف الجزيري مكان اوباما وناصر منسي لتغيير الاداء، مع تحفظ الثعلب كولر بنفس التشكيله لحد الدقيقه 72 بنزول عمر كمال ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه مكان بيرسيتاو وكريم ندفيد والسولية، ولحد الدقيقة 82 والزمالك أفضل ومسيطر على الماتش. وبعد ما كنا متوقعين إن الماتش رايح للأشواط الإضافية، قفشة اللي كتير من جمهور الأهلي بيطالب إنه يمشي بيظهر دايما في الوقت المناسب والماتشات الكبيرة، وبيعمل كروس روعة لإمام عاشور اللي بيحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، والماتش بيرجع تاني لهدوءه. وجوميز بيعمل تغيير بنزول سامسون مكان عبد الله السعيد، وكولر بينزل موديست واكرم توفيق مكان كهربا وحسين الشحات. ومن هجمه مرتده افضل لاعب في الماتش امام عاشور بيعمل باص قدام ال18 لقفشه علشان قفشه يحرز هدف روعه وبكل هدوء ومعلمه للنادي الاهلي، وعلشان ينتهي الشوط الثاني والماتش بفوز النادي الاهلي بكاس مصر. الزمالك عمل ماتش كبير والاهلي وكولر خدوا اللي عايزينه من الماتش وهو المكسب، بس عجبني قوي تصرفات جوميز بعد الماتش. راجل كان عنده هدوء وكان هو اللي بيخرج لعيبته من جو خساره الماتش، وده عجبني علشان التعامل النفسي بيفرق كتير جدا مع اللعيبه. انا شايف كمان ان الماتش ده مكسب كبير لمنتخب مصر بلعيبته، شوبير ومنعم وامام عاشور ومحمد هاني والشحات من جانب النادي الاهلي، وعبد المجيد وفتوح ودونجا وناصر ماهر واحمد سيد زيزو من جانب الزمالك. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. اشوفكم في فيديو جديد ومكسب جديد. سلام.